مسا على كل عشاق دحيح الأفلام. العالم التانية البعيدة عننا علماء وباحثين كتير حاولوا يثبتوا وجودها من عدم. في منهم اللي قدم نظريات علمية بعيدا عن صحة موقفها أو لأ، وفي اللي ضرب قرشين حشيش وطلع يدس السم في العسل على أساس إننا عبط وهنصدقه. ممكن أنا وإنت نختلف أو نتفق في وجود عوالم تانية أو لأ، ولكن إنت ما تقدرش تختلف معايا أبدا في إن قناتنا زي خربوش الشاي اللي بتتمزج بعد ما تضرب، وانت هنا معانا علشان تتمزج من غير دخان. قبل ما نبدا اجري اعمل اللايك الاسطوري بتاعك، وبما اني بحبك فانت لازم تكمل معايا الفيلم لاخره. فيلمنا النهارده اسمه مونستر هانتر، وبيحكي عن بنت نينجا بتدخل في عاصفه صحراويه بتنقلها لعالم اخر، وهناك بتحارب مئات من الوحوش الغريبه علشان تحاول ترجع عالمها مره تانيه بعد ما فريقها اتدمر وتهان. ما تيجي نشوف يا دحيح. بيبدأ الفيلم مع سفينة كبيرة في عالم غريب بتمشي فيه على الرمال. أيوة، سفينة ورمل مش خيال. السفينة كانت بتتحرك بالطاقم الخاص بيه، وكانت السفينة بتحاول تقرب من برج مضيء غريب، وكانت بتحاول تستهدفه وسط ما البرق عمال ينزل عليه بدون توقف. وبدون أي مقدمات بيظهر وحش كبير مرعب وخطير من الرمال، بيضرب السفينة كتف غير قانوني وبيقلبها، وكل الطاقم اللي فيها بيموتوا ما عدا واحد نينجا برضه اسمه هانتر بيترمي على جنب وبيفقد الوعي. بنرجع مرة تانية للعالم بتاعنا وانت اللي بنصحى فيه على زعيق عم فتحي بتاع الطعمية تحت البيت علشان العجينة اتأخرت عليه، وبنقابل القائدة أرتميس هي وفريقها بعد ما طلعوا الصحراء علشان بلاغ مهم. فريق القائدة أرتميس كان فريق محبوب، وكانوا بيعاملوا القائدة أرتميس بشكل كويس جدا، ومحدش منهم كان بيفكر يعرضها أو يفرض كلمته عليها، والمعاملة والعلاقة بينهم كانت قايمة على الحب. كان في فريق تاني اسمه برافوا أرسل بلاغ استغاثة لمقر القيادة لأن في عاصفة قوية مدمرة داخلة عليهم ومش عارفين ازاي ينقذوا نفسهم منها. ده غير ان الاتصال قطع معاهم من وقتها، وما كانوش عارفين مكانهم فين ولا قادرين يحددوا او يعرفوا اي حاجة عنهم، وعلشان كده خرجت القائدة أرتميس علشان تنقذهم وتحاول تعرف اللي حصل ليهم بعد ما تلاقيهم. وبيتحركوا مع بعض لمكان الفريق برافوا، وهناك بيلاقوا معداتهم متدمرة زي ما يكونوا واجهوا عدو خارق، وفجأة بتقرب منهم عاصفة رملية ضخمة، وبيركبوا عربياتهم بسرعة وبيتحركوا في اتجاه العاصفة لأنهم كانوا شاكين إن ممكن العدو يكونوا مستخبيين خلف العاصفة. ودخلوا العاصفة وسط رعب وخوف من بعض الجنود وثبات البعض الآخر زي ما يكونوا في نزهة ريفية، ولكن القائدة أرتميس كانت ثابتة وبتحاول تنظم جنودها علشان يخرجوا من العاصفة سالمين وما يحصلوش فريق برافوا. البري كان شديد جدا داخل العاصفة، وكل الجنود كانوا مستغربين قوة وشدة البرق اللي كان شغال زي الحنفية والمطر بدون توقف. وبعد معاناة كبيرة داخل العاصفة خرجوا لمكان غريب عبارة عن رمال ناعمة جدا، ولكنها كانت مختلفة وغريبة عن الواقع البشري. وبيفضلوا يستكشفوا المكان لحد ما بيلاقوا عربيات فريق برافوا محروقة ومتدمرة، وكل الجثث كانوا محروقين بشكل غريب جدا وما كانوش قادرين يستوعبوا اللي حصل ليهم. ولكن القائدة أرتميس بتلاحظ ان شدة النار غريبة جدا، وبلغت فريقهم انها مش نار عادية لانها حرقت الجثث بشكل فظيع ومرعب. وبيكملوا تحرك على امل يقدروا يفهموا هم فين ويوصلهم للوضع اللي هم فيه، وبيقفوا قدام هيكل ضخم جدا اكبر من هياكل الديناصورات، وكانوا فاكرينه هيكل ديناصور ولكن كبر حجمه. كان دلالة على انهم دخلوا في مكان صعب الخروج منه وهم عايشين، وكل واحد فيهم حاول يخمن ويهبد هبدة يوضحوا نوع الوحش او يتخيل ان كل اللي هم فيه ده عبارة عن خيال مش اكتر. طبعا بيتمنوا كلهم نفس الامنية بعد ما الخوازيق اللي بتتحدف عليهم من كل حتة. وبيظهر قدامهم هانتر اللي فضل عايش من السفينة الرملية وهو بيصوب ناحيتهم سهم، وقبل ما يشتبكوا معاه بيظهر من تحت الارض كائن مرعب عملاق وبيهاجم فريق القائدة أرتميس اللي خدوا عربياتهم وبيحاولوا يهربوا منه لكن دون فايدة. ونجح الوحش في قلب عربياتهم ووقعوا كلهم على الارض مصابين، والوحش خد واحد من فريق القائدة أرتميس علشان يفطر بيه لانه على لحم بطنه من امبارح، ولكن حاول الجندي يفجر نفسه مع الوحش اللي كان بيستعد
أكله، بس القنابل ما أثرتش في الوحش وكانت زي لسعة الكبريت للأطفال. والباقي من فريق القائدة أرتميس حاول ينجو بروحه يستخبى داخل الكهف، ولكن الوحش كان بيطاردهم علشان يقضي عليهم. وهنا قرر هانتر يتدخل وأطلق عدد كبير من الأسهم النارية على الوحش علشان يبعدوا عنهم، ولكن الوحش كمل هجوم. وبعد ما فشل في دخول الكهف وسط دفاع فريق القائدة أرتميس على أرواحهم بإطلاق النيران على الوحش، قرر الوحش يغادر المكان ونزل للرمال مرة تانية يستخبى فيها. وفضل اللي لسه عايش من فريق القائدة أرتميس في الكهف مستخبيين لحين إشعار آخر. وأتى كل أفراد الطاقم بدأوا يصابوا بالجنون، وقامت واحدة منهم وزعقت فيهم وحاولت تشرح ليهم إن بسبب العاصفة هم دخلوا مكان غريب، وإن العاصفة هي السبب في كل اللي حصل لهم. والقائدة أرتميس حاولت تهديها وفهمتهم كلهم إنهم عبارة عن جنود، وإن الوحش اللي بيقاتلوه مصاب بالجنون، ومهما حصل لازم يحاربوه ويحافظوا على أرواحهم علشان يقدروا يخرجوا من الكابوس اللي هم فيه ويرجعوا مرة تانية لعالم. وقبل ما القائدة أرتميس تكمل كلامها بيهجم عليها عنكبوت ضخم عملاق وبيسحبها لفوق، وبيحاول جنودها ضرب النار على العنكبوت. وبعد معاناة بيتمكنوا من إنقاذها وتدمير العنكبوت، ولكن القائدة أرتميس بتقطع النفس وفريقها بيطلع يهرب بعد ما عدد العناكب زاد. وبيوصل هانتر اللي بيفضل يرمي أسهم كتيرة على العناكب وبيحاول قتلها، ولكن عددهم كان أكبر بكتير من عدد أسهم. وبتفوق القائدة أرتميس في الكهف لوحدها وبتشوف قدامها عنكبوت ضخم وبياخدها في العش بتاعه وبيحبسها مع باقي الجثث في خيوط عملاقة علشان يتغدى بيها، ولكنها بتتمكن من تحرير نفسها. وبيشوف 2 من فريقها ميتين ووقعوا في مصيدة العناكب، وبتطلع تجري تهرب من الكهف. وبتقابل في طريقها واحد من فريقها ولكنه كان مصاب إصابة كبيرة، وبتسنده علشان يخرجوا مع بعض، ولكن بترجع العناكب تطاردهم مرة تانية. والجندي بيطلب من القائدة أرتميس تهرب وتسيبه، وبيفرج على إصابته الكبيرة في بطنه اللي كان بيخرج منها عدد كبير من العناكب بعد ما اخترقت جسمه. وبتخاف القائدة أرتميس وبيجي عنكبوت ياخد الجندي يهرب بيه، والقائدة أرتميس بتولع النار في باقي العناكب وبتحاول تهرب من الكهف قبل ما تكون هي الضحية الجديدة. وقدرت توصل لفتحة الكهف اللي بيتخرج للأرض، ولكن العنكبوت مسك رجلها وسحبها مرة ثانية، ولكنها قاومت ونجحت في الإفلات منه. قدرت تخرج خارج الكهف بصعوبة كبيرة، وأول ما خرجت افتكرت العناكب اللي خرجت من جسم صاحبها وقلعت لبسها بسرعة وفضلت تطمن وتتأكد إن مفيش أي إصابات في جسمها أو عناكب اخترقت جسمها. وبتبكي بشدة بعد ما حست إنها خلاص وصلت لآخر أيامها في الحياة. والعناكب المتوحشة حاولوا يخرجوا وراها، ولكن الشمس منعتهم من الخروج لأنها كانت بتحرق أجسامهم. ورجعوا للكهف مرة تانية، واستغلت القائدة أرتميس الفرصة وهربت بعيد عن الكهف وكملت مشي في الصحراء بدون رفيق أو طريق معلوم لحد ما وصلت لمكان مليان عدد كبير من السفن المتدمرة. ودخلت سفينة من السفن علشان تدور على أكل وشرب، ولكن ظهر وراها هانتر بسكينة وثبتها. ولكن القائدة أرتميس ما كانتش سهلة ودخلت معاه في قتال انتهى بانتصار هانتر، ونجح في انه يفقد القائدة أرتميس الوعي وخدها معاه لكهف لأن الليل جه وده معناه خروج العناكب من جحرها. وتاني يوم الصبح بيصحى هانتر وبيستكشف المكان في الخارج علشان يتأكد من دخول العناكب الكهوف. ولما رجع عند القائدة أرتميس يتفاجئ انها فكت نفسها وضربته على راسه وربطته زي ما ربطها، وبعدها قامت بينهم معركة تانية وما كانوش قادرين يفهموا بعض، وهجمت عليهم العناكب بشكل عنيف. ويا هانتر في جحرها وقبل ما تقضي عليه بتنقذه القائدة أرتميس في آخر لحظة. وبعدها حاولت تفهمه القائدة أرتميس انها مش عدوته، ولكنه ما كانش قادر يفهم لغتها وما كانوش قادرين يتواصلوا مع بعض، ولكنهم بيطمنوا لبعض وبيبداوا يتحركوا مع بعض ويستكشفوا المكان. وبعدين بيقفوا قدام العاصفة وهانتر بيفهمها انها لازم تروح عند العاصفة علشان ترجع للعالم بتاعها من تاني. ولكن كان في خازوق بيقابلهم، وهو الكائن المرعب الضخم اللي بيعيش في الرمال، لان لو حد اتحرك ناحية العاصفة هيهجم الكائن عليهم وهيقتلهم. وكانوا بيفكروا مع بعض في طريقة يقضوا بيها على الوحش. وهانتر خد القائدة أرتميس عند كهف وفضل يشرح ليها حاجة معينة، وفهمت القائدة أرتميس ان السم الموجود في العناكب قادر انه ينيم الوحش المرعب او يقتله، وبالتالي هيكون سهل الدخول للعاصفة. ولكن كانت المشكلة في انهم ازاي هيقدروا يخرجوا واحد من العناكب علشان ياخدوا السم بتاعه، ولكنه فهمها انه هيستخدمها كطعم علشان يقدروا ياخدوا مخلب من مخالب العنكبوت ويستخدموه ضد الوحش. وبالليل نجحوا في انهم يستدرجوا عنكبوت
عنكبوت للمصيدة بتاعتهم. وقت ما كان العنكبوت بيطارد القائدة أرتميس بينجح هانتر في انه يقطع مخلب من مخالبه بالسيف وبياخدوه بيهربوا بسرعة بعد نجاح خطتهم. وبعدها نجح هانتر في استخلاص السم من المخلب ودمجه مع الأسهم بتاعته علشان يتمكنوا من إصابة الوحش. ومع الوقت اطمنت أكتر القائدة أرتميس برفقة هانتر، وهانتر تاني يوم الصبح خدها وبدأ يعلمها القتال بالأسلحة بتاعتهم علشان تقدر تكتسب سرعة ومهارة إضافية في هجومها ضد الوحش. وبعدها بيجهزوا مع بعض المصيدة الخاصة بالوحش وعملوا قاذف منجنيق ورموا من عليه صندوق قريب من الوحش علشان يخرج من الرمال ويجري عليه. ولحد كده كانت الخطة ماشية تمام، ولكن الوحش بدأ يهاجمهم فجأة وطلعوا يجروا الوحش وراهم، وقامت بينهم معركة انتهت بإن هانتر ضربه بسهم سم في عينه، ولكنه ما أثرش في الوحش نهائي وتمكن الوحش من ضرب هانتر. وقبل ما يقضي عليه بتيجي القائدة أرتميس مرة تانية وبتضرب قوابل من الرصاص على الوحش وبتشتته. وقبل ما الوحش يهاجم القائدة أرتميس بيبدأ مفعول السم يشتغل وبيدوخ الوحش وبيتطوح شمال ويمين، وبيستغل هانتر الفرصة وبيرجع مرة تانية يهاجم الوحش وبيطلع على جسمه وبيرشق سلاحه في راس الوحش، ولكن الوحش بيرميه بعيد وبيبدأ يهاجمهم مرة تانية بعد ما كان بيودع. وهنا بتوصل الأسطورة القائدة أرتميس وبتنط على راس الوحش وبتكمل اللي بدأه هانتر، وبتفضل تغرز السلاح في راسه لحد ما اخترق دماغه ومات الوحش وخلصوا منه. وبعدها بتجري على هانتر علشان تطمن عليه، ولكنه كان فاقد الوعي، وبسبب ان العاصفة كانت بتقرب كان لازم يتحركوا بسرعة. وجرت القائدة أرتميس على الوحش وقطعت جزء من جسمه وحطت عليه هانتر وخدته داخل العاصفة، وفضلوا متغطيين علشان يحموا نفسهم. وبتهدي العاصفة بعد فترة، وطول الوقت حمادة هانتر نايم ومش حاسس بأي حاجة. وبعدها فاق هانتر وخرجت القائدة أرتميس من تحت الرمال واتحركوا مع بعض علشان يكملوا طريقهم للعودة للعالم البشري. وفضلوا مكملين مشي لحد ما وصلوا عند بحيرة عليها عدد كبير من كائنات شبه السلاحف، ولكن حجمها كان أكبر بكتير. وبيفضلوا قاعدين حوالين البحيرة لحد ما بيجي الليل، وبيبدأوا يحسوا بحركة غريبة حواليهم وبيقوموا بسرعة يستخبوا لما بيشوفوا السلاحف كلها بتجري ناحيتهم وهي مشتعلة وما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي. ولكن بيظهر فجأة الراجل وبيولع النار بسلاحه وبيحميهم من النار، وبيكون الراجل ده من ضمن الطاقم اللي كانوا موجودين على السفينة الرملية في أول حكايتنا. وبعدها اتعلمت القائدة أرتميس تدافع عن نفسها ازاي بالنار بعد ما شافت الراجل اللي ساعدهم، وفضلوا واقفين مع بعض بيحاولوا يمنعوا السلاحف من تدميره. وبعد فترة بينتهي هجوم السلاحف وبيعدوا على خير، وبتجري القائدة أرتميس على الراجل وبتشكره لأنه حماهم وساعدهم، ولكنه بيضربها وبيفقدها الوعي وبياخدها معاه للمكان اللي عايش فيه باقي أفراد قبيلته. وقامت هناك القائدة أرتميس وشافت نفسها في سجن، وكان حواليهم كان واحد مسجونين زيها، وجي قدامها هانتر وكانت مش طايقاه لأنه طلع تابع للناس اللي خطفوه. وبيمشي هانتر وبتاخد القائدة أرتميس بالها إن في سرداب تحتها وبتحاول تكسر الباب، ولكنها اتفاجئت بوجود قط عملاق قدامها وقفها ومنعها من الهرب. وبعدها وصل هانتر وخد القائدة أرتميس معاه علشان تقابل القائد بتاعهم. وقابلت القائدة أرتميس الزعيم بتاع القبيلة وفهمها انه عارف اللغة بتاعتها لان في ناس قبلها وصلوا هنا للعالم اللي هم فيه واتعلم منهم اللغة بتاعتها. وبدأ يشرح ليها ويفهمها وعرفها ان في على قمة الجبل برج السماء، وده برج خطير وتابع لحضارات قديمة جدا، والبرج ده عملوه علشان يفتحوا بوابة بين العالم بتاعهم وعالم البشر. والعالم بتاعهم عالم خطير جدا لانه بيعيش فيه عدد كبير من الحيوانات الغريبة والوحوش المريبة، وانه جه زمان هنا بسفينة رملية علشان يقضي على البرج ويدمره، ولكن وحش الرمل هاجمه وقضى على الطاقم اللي كان معاه. وقتها ضاع منه هانتر وفهم ان البرج حاليا عليه حارس وهو تنين ضخم ومنع اي حد يقرب من البرج اللي لازم يقفلوه ويدمروه في اقرب وقت علشان يقفلوا البوابة العابرة بين العالمين ويحافظوا على النسل البشري من الخطر والدمار. وعرفها ان التنين مستحيل حد يواجهه يقتله، لكنه عنده نقطة ضعف واحدة بس، وهي انه يضرب قبل ما ينفخ النار من بقه على طول. وعمل معاها الديل واتفقوا انها لو ساعدته في تدمير وقتل التنين علشان يقفلوا البوابة وقتها هيساعدها في انها ترجع للعالم بتاعها مرة تانية. وتاني يوم بيبدأوا يستعدوا علشان ينفذوا خطتهم، والزعيم فهمها ان الحمم البركانية هي الطاقة اللي بيتغذى عليه برج السماء وبسببها بيفضل محتفظ بقوته. وبعدها شافوا البوابة اللي بتوصل لعالم القائدة أرتميس، ولكنها كانت
كانت مش مستقرة وكانت مضطربة، وحسوا بحاجة غريبة بتقرب منهم، وهنا ظهر ليها التنين الضخم العملاق وبدأ ينفخ النار عليهم كلهم، وحاولوا يهربوا منه لكنه كان بيولع فيهم كلهم. وحاولت القائدة أرتميس تقاتله لكن قوة النار كانت أقوى وأكبر، والتنين رمى ناره على القائدة أرتميس اللي جريت بسرعة ونطت في البوابة بتاعة علمها، ودخل في ممر مضطرب لحد ما فاقت في العلم بتاعها، وجنود عسكريين بيفوقوها. القادة العسكريين فهموها انهم كانوا بيدوروا عليها وعلى فريقها بقالهم فترة طويلة، ولكنها ما كانتش قادرة ترد عليهم ولا تكلمهم بسبب انها كانت مضطربة وما كانتش قادرة تنطق بحرف واحد. فخدوها على طيارة عسكرية علشان ينقلوها للعلاج بسرعة، ويتواصلوا بعدها مع القاعدة العسكرية علشان يبعتوا الدعم والإسعاف بعد ما نجحوا في انهم يجدوا القائدة أرتميس. ولكن بعدها حصل كابوس ما كانش على البال، لأن البوابة اللي كانت بينهم وبين عالم الوحوش كانت مفتوحة لسه، وقامت عاصفة وظهر فجأة قدامهم التنين من البوابة ودمر الطيارة وأسقطها على الأرض. ونزلت القائدة أرتميس على الأرض مصابة، والجيش بكل قوته حاول يدمر التنين، ولكن نار التنين كانت أقوى ودمرت كل العربيات الخاصة بالدعم السرية. ونفادت القائدة أرتميس على الأرض مرة تانية، وقررت إنها تقوم تحارب التنين مع الجيش علشان تقضي عليها، لأنها هي اللي عارفة نقطة ضعفه، وكل عربيات الدعم اللي وصلت اتدمرت بسبب نار التنين، لحد ما اتبقت القائدة أرتميس لوحدها في مواجهة التنين العملاق. القائدة أرتميس على عكس المتوقع ما كانتش جبانة ولا جابت ورا وقررت تجري، لا دي بدأت تهاجم التنين بكل قوتها واتشعلقت في جناحاته وفضلت تجرح فيه، والتنين كان على آخره منها بعد ما اتعلم عليه من واحدة ست. والتنين بدأ يستعد إنه ينفخ النار على القائدة أرتميس ويحرقها، ولكن استغلت القائدة أرتميس الفرصة المناسبة وضربت قنبلة قبل ما التنين يطلع النار في اللحظة اللي المفروض تكون نقطة ضعفه، وبالفعل دخلت القنبلة جسمه وانفجرت فيه واتدمر التنين، وبدأ يولع لحد ما مات ووقع على الأرض جثة هامدة. وهنا كانت فاكرة القائدة أرتميس إنها قتلته خلاص وخلصت من الكابوس اللي بقالها فترة مش عارفة تخرج منه، ولكنها بتتصدم لما بتشوف التنين قدامها وقف مرة تانية بقوة وعنف أكتر من الأول بكتير، وبدأ التنين يهاجمها. وقبل ما القائدة أرتميس تموت وتودع بيجي هانتر وبيضرب عدد كبير من الأسهم النارية على التنين لحد ما ولع المرة دي أخيرا ومات، وبيكونوا خلصوا من شره علشان يقفلوا البوابة ويمنعوا عودة أي وحش للبشر مرة تانية. وبيظهر زعيم القبيلة هو كمان، وبيبلغ القائدة أرتميس إن في تنين تاني جاي في الطريق، لأن البوابة لسه مفتوحة ولازم يقتلوه، لأنه ما ينفعش يفضل عايش في عالم البشر علشان ما تنقرضش البشرية. ووقف الزعيم وهانتر والقائدة أرتميس مع بعض كتف في كتف ضد التنين اللي وصل بالسلامة علشان يبدأ هجومه عليهم وياخد بطار الاتنين الأول اللي قتلوه، وكمان علشان يحافظ على البوابة اللي بتكون السبيل الوحيد لحياتهم. والتلاتة بيستعدوا بيجروا ناحية التنين اللي كان بيقرب ليهم بكل قوته. وقبل ما تبدأ المعركة بيخلص هنا الفيلم، لأن غالبا الفلوس خلصت من المنتج وما كانش معاهم تكلفة يعملوا لينا